أهلاً بكم. في تحليلنا اليوم رح نلقي نظرة عميقة على العلاقة اللي قاعدة تتغير بين حليفين تاريخيين في الخليج، هما المملكة العربية السعودية والإمارات. المصدر اللي نستعرضه اليوم يقول أن التحالف اللي كان مرة وثيق جداً بدأ يواجه توترات كبيرة ومنافسة استراتيجية ممكن تعيد رسم خريطة المنطقة بالكامل. يعني لو نرجع بالزمن نشوف أن الدولتين كانت أدوارهم متكاملة، السعودية بثقلها الديني والسياسي والإمارات بقوتها الاقتصادية وطموحها. لكن المصدر يشير إلى أنه في ديناميكيات جديدة بدأت تدفع كل طرف في مسار مختلف، وهنا بدأت تظهر طموحات ممكن تتعارض مع مصالح الطرف الثاني، وهذا هو سبب الخلافات المتزايدة. طيب، وهذا هو السؤال الأهم: إيش هي الأسباب الحقيقية اللي تخليهم يبتعدون عن بعض؟ في الدقائق الجاية رح نستعرض تحليل المصدر اللي يفصل العوامل المعقدة هذه، بداية من حروب الوكالة وصولاً للاستراتيجيات الجيوسياسية الكبيرة. أول ساحة لهذا التنافس حسب المصدر هي اليمن، والموضوع هنا مو مجرد خلاف دبلوماسي أو كلام في الإعلام، لا، الموضوع تحول لصراع حقيقي على الأرض، والمكان بالتحديد هو محافظة حضرموت الاستراتيجية. وهنا شوفوا هذا الرقم 80%. هذا مو مجرد رقم، 80% من كل احتياطي النفط اليمني موجود في حضرموت. هذا يوضح لنا حجم الأهمية الاقتصادية والاستراتيجية الهائلة للمنطقة، ويفسر تماماً ليش السيطرة عليها صارت محور الصراع. وهنا الصورة توضح أكثر. نشوف صراع وكالة بشكل مباشر. من جهة، الإمارات تدعم المجلس الانتقالي الجنوبي عشان يسيطر على حضرموت، وبالمقابل السعودية تدعم اتحاد قبائل حضرموت. يعني صراع نفوذ واضح وصريح بين حلفاء الأمس، لكن المصدر يقول إن هذا مجرد قمة جبل الجليد. المعركة في اليمن مثل ما يطرح المصدر هي مجرد عرض لشيء أكبر بكتير. القصة مو بس صراع على منطقة غنية بالنفط، لا، هي جزء من استراتيجية أوسع وأكثر طموحاً. وهذا ينقلنا لصلب التحليل اللي يقدمه المصدر، نظرية الهلال الإماراتي، وهي استراتيجية جيوسياسية مزعومة هدفها حسب المصدر هو تحقيق الإمارات للهيمنة الإقليمية. طيب، إيش هو الهلال الإماراتي بالضبط؟ حسب المصدر هو عبارة عن سلسلة من مناطق النفوذ زي القوس أو الهلال، تمتد من جنوب اليمن وتمر بالقرن الأفريقي وتوصل للسودان. الهدف المزعوم هو تشكيل طوق حول القوتين الإقليميتين الكبيرتين، السعودية ومصر. خلونا نشوف كيف يتشكل هذا الهلال على الخريطة. يبدأ بالسيطرة على جنوب اليمن وجزره الاستراتيجية زي السقطرى وحنيش، وبعدها يمتد لميناء بربرة في أرض الصومال وميناء بوساسو في بونتلاند، وينتهي في السودان. اللي سيطر على هذه النقاط فعلياً يتحكم في ممرات بحرية من أهم الممرات في العالم. المصدر كمان يزعم وجود دعم إسرائيلي لهذه الاستراتيجية. طبعاً التحركات المزعومة هذه ما مرت بدون رد فعل، والآن خلونا نشوف كيف القوى الإقليمية المستهدفة السعودية ومصر قاعدة ترد على اللي تعتبره تهديد مباشر لأمنها القومي وعمقها الاستراتيجي. كل دولة لها طريقتها. الرياض حسب المصدر تركز أكثر على الدبلوماسية واستخدام نفوذها الدولي لمحاولة كبح المشروع الإماراتي. أما القاهرة فتوجهها مختلف تماماً، وتعتمد استراتيجية الردع العسكري المباشر لحماية أمنها. وهذه أمثلة واضحة من المصدر على استراتيجية مصر العسكرية. نتكلم عن امتلاك أسلحة متطورة جداً زي صواريخ ميتيور اللي يقال إنها تثير قلق إسرائيل نفسها، والتفكير في شراء مقاتلات شبحية من الجيل الخامس. وفوق كل هذا تطوير صناعة الطائرات بدون طيار بشكل كبير محلياً. والآن نوصل للنقطة الأكثر إثارة للجدل في كل هذا التحليل، فكرة ممكن تبدو مستحيلة لأول وهلة، لكن المصدر يطرحها كاحتمال لتحول جذري وكامل في تحالفات المنطقة. وهنا النقطة المحورية، اقتراح غريب جداً. المصدر يرى أن المنطق الاستراتيجي البحت ممكن يدفع السعودية للتفكير في التحالف مع الحوثيين. ليش؟ لأنه بدال ما تستمر حرب الاستنزاف على حدودها الجنوبية، تحالف زي هذا ممكن يقلب الطاولة بالكامل على خصوم تانيين، والأهم يأمن حدود المملكة. طيب، كيف ممكن نفسر تحول صادم مثل هذا؟
المصدر يوضح أن السياسة تحركها المصالح مو المبادئ أو الأيديولوجيات، يعني الخلافات التاريخية والعقائدية ممكن تنحط على جنب لما تكون المصلحة العليا للدولة على المحك. هذه هي الواقعية السياسية أو الريال بوليتيك بأبسط صورها. ونختم بهذا السؤال اللي يلخص كل شيء. في منطقة تتغير تحالفاتها بشكل سريع ومفاجئ، هل ممكن فعلاً نشوف أعداء الأمس حلفاء اليوم؟ المستقبل في الشرق الأوسط مفتوح على كل الاحتمالات، سؤال يستحق التفكير. شكراً لمتابعتكم.